النهارده بقى يا جماعة أنا قاعد في البيت كده النهارده. زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت نسمي بالرحمن كده الأول، ومحدش ينسى الاشتراك بتاعي في القناة وتفعيل الجرس. النهارده والله يا جماعة أنا قمت جاي من النوم كده، اتوضيت وصليت وروقت الدنيا. زي ما حضراتكم شايفين اهوت أنا بنضف في الأوضة بقت، ودي السرير بتاعي. البطاطين دي كلها كان محكوم على اللي أنا أطبقها النهارده كمان دوت يا جماعة. اه باخد كل بطانية بطانية أرميها على السرير التاني، وأنضف أول سرير كده الأول. ده أول حاجة بقى اهوت. بفرد الملاية حلو وبروج عليها كده، علشان لو وجع عليها حاجة ولا كده بقوم ايه منضفها. الشغل نشاطة وحيوية وسخنانة على الشغل يا جماعة النهاردة. بالنسبة يا جماعة في شباب واخدة صور لي من على التيك توك من على صفحة النهاردة، أو مش عارف من كام يوم كده. صفحة الشعر السادة الطيب طبعا. عاملين صفح علشان يزودوا في الألف وكده، يجيلهم ألوفات يطلعوا ضيفات. يا ريت محدش يخش ليهم. اي صفحة على التيك توك محطوط عليها صورتي مش صفحتي يا جماعة. انا مش صفحتي غير الصفحة الرئيسية اللي هي بتاعت الشعر السادة الطيب، اللي انا بنزل عليها كل حاجة ليا. دي طبعا النهاردة بقت ايه. ده اول خدادية، هي طبعا بعد ما خدت المخدة الطويلة. دي الخدادية الصغيرة، بقوم قافل السوستة بتاعت ديت اهي، وارص كل حاجة كده بنظام زي ما حضراتكم شايفين. وادي الخدادية التانية. دي الخدادية التانية اهي برضو. دي من جميع الحاجات الحلوة اللي داخلين بقت على ايه. بعد ما روجنا السرير كده والمخدات دي طبعا، داخلين بقت على ايه، على البطاطين. البطاطين اهم حاجة يا جماعة. دخل علينا الصيف بقت، قلنا بقت ايه، نطبق البطاطين ديت ونعينها في اكياس في شنط. ده اول بطانيات يا جماعة بقت اهي. اطبق فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، كل تطبيقة لها حاجتها. بس اهم حاجة اللي يطبق البطانية يا جماعة يطبقها بنظام، مش يرمي وخلاص. عشان ده تتغلف طبعا وهتتحط في شنطة. بس قبل ما تتحط في الشنطة بقى بيجي معطر لها وحاجات كده تحافظ عليها برضه. في معطر بتحط للبطاطين ديت، تتحط كده في الشنطة بتاعتها تحافظ عليها. أنا داخل على النهاردة على السرير كده نشيط وحيوية وسخنان على الشغل. دلوقتي البطانيات التانية هي بطبق برضه. هما في حدود تلات أربع بطاطين يا جماعة. يا ريت اللي بيشوف صفحتي على التيك توك، لاقي صفحة برضه مكتوبة الشعر السيد الطيب على اليوتيوب. يا ريت الكل يشرفني هناك الحاجات الحلوة برضه. أنا كانس الأوضة يعني ومروج الدنيا ومروج البلاط، علشان كده إيه البطانية بتيجي على الأرض ما بشيلهاش على طول. التطبيقة لازم تكون مش متشدة شدة صح كده وإيه. لازم كل حاجة بنظام كده يا جماعة. دي البطانية الرابعة بقى تحت. آخر حاجة هيكون الدفاية يا جماعة. يا ريت كده إيه نسمي بالرحمن كده ونخش مع بعض كده إيه. محدش ينسى الاشتراك بتاعك أو تفعيل الجرس كده، إن شاء الله هنوصل بيكم مع بعض. يلا كده لازم الواحد يعني إيه بعد ما يقوم من النوم يغسل ويظبط دنيته كده ويقوم داخل عليها قبل ما يروح شغله يخلص أوضته، علشان لما يرجع بعد كده من الشغل تلاقي أوضته جاهزة وحلوة.
في ناس بقى بيقوموا جايين من النوم يرموا البطاطين في كل حتة. يا جماعة ده ما ينفعش طبعا. لازم كل واحد يكون مسؤول عن اوضته عشان تفضل نظيفة، تبقى جاي جاهز على طول. دي الدفاية اهي يا جماعة اللي أنا بقول لكم عليها. عايزين تغطوا بقى، عايزين تفرشوا تحت منكم انتوا نايمين عادي. الحبايب الموجودين معانا يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واللي عايز اي حاجة او يعمل له صفحة على اليوتيوب انا موجود يا جماعة. محدش ي- يقول للتاني لا، كليتنا نساعد بعض كده. دي بعد ما خلصت كده بقت برتاح شوية، يعني ايه الواحد تعب برضه. دي بقت ايه، ما رحت اجيب التليفون اهوت من حامل. رايح اصور لكم السرير بقت بعد ما خلصت، يعني في ما خدش وقت، في ثانية اهو. دايما احس